بنحييكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة ورياضة في أسبوع. هنناقش مجموعة من الملفات، ومتهيألي الحلقة دي يمكن هتكون حلقة ذات طابع خاص مختلف. كتير كنا بنسمع آراء وجهات نظر، سواء كان الأهلي أو ألترس الأهلي أو محللين من القاهرة عن أحداث بورسعيد. لكن حلقة اليوم معانا ضيفين من بورسعيد، هنتكلم عن الأوضاع هناك، الحياة هناك في بورسعيد عاملة إزاي، الكورة بعد توقف المصري هتكون عاملة إزاي، والمصري بيعتبر عاصمة بورسعيد الكرويه يعني. شكل الحياه هناك هيكون عامل ازاي، ده اللي هنعرفه من خلال حوارنا مع ضيفينا الكريمين في استوديو الرياضه في اسبوع. نبدا بالكابتن احمد مصطفى والشهير بالكابتن. اهلا بحضرتك يا كابتن، ازي حضرتك؟ اهلا كريمه. طبعا كابتن احمد مصطفى غني عن التعريف، نجم مصري البورسعيدي وايضا نجم المنتخب المصري. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بك والناقد الرياضي استاذ طارق هاشم من بورسعيد، ايضا اهلا بحضرتك معانا. اهلا بك يا فندم. اسمحوا لنا في البدايه، في معانا مجموعه من الاخبار هنشارك فيها الساده المشاهدين ونعرف وجهات نظر حضراتكم فيها. يمكن البدايه مع اخبار المنتخب المصري الاول بقياده بوب برادلي، واخيرا عادت نغمه الانتصارات بفوز المنتخب المصري على المنتخب النيجيري 3-2 في المباراه الوديه اللي اقيمت في الامارات. يعني معسكر جديد بنكهه الامارات، ونغمه الفوز اخيرا عادت. يعني يهمني اعرف وجهه نظر حضرتك استاذ طارق حول هذا الامر، وشايف ازاي تدريبات يعني بوب برادلي بدات تبان له امارات زي ما بيقولوا. هو بسم الله الرحمن الرحيم، اولا انا بشكر حضرتك على الاستضافه ديت وعلى وجهه نظرنا، ونطرح القضيه كلها اللي في بورسعيد. زي ما برضه يعني هنا في حياديه، انا شايف ان البرنامج بتاع حضرتك والقناه النهارده فيها حياديه كامله. النهارده اديتونا الفرصه اللي احنا نقول ونعيد ونقول كلام كتير جدا عن احداث بورسعيد كلها، لان ما كانش فيه فرصه اللي احنا نتكلم. وانت فعلا زي ما قلت في البدايه استضفت حاجات كتيره جدا من الالتراس او من المسؤولين في الاهلي او نقاد، فاحنا بنشكر حضرتك ونشكر القائمين على البرنامج. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقول لحضرتك فيها ان النهارده انا شايف ان بوب برادلي بصراحه بدا يعمل فرقه كويسه. يعني بدا يحط يعني ايديه كده على النقاط يعني في الفرقه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو بدا يكون فرقه. النهارده المعسكرات اللي قبل كده كان فيها مجموعه من اللعيبه، المعسكرات دي في مجموعه ثانيه جديده، وهكذا وهكذا وهكذا، وبدا يحط ايده على نقاط الضعف والقوه. بدليل النهارده ان هو شايف نزل بلاعيب المنتخب لسنهم بالاعمار بتاعتهم السنيه، نزل بيهم بدل ما كان في يعني ما فيش الا 2 3 احمد حسن احمد حسن حد كده من السن الكبير. انا بتكلم على السن على السن وبطريقه نزل بلعيبه كلها. يعني النهارده اعمار السن بتاعهم بيتراوح ما بين 25 24 23 بدا يستعين بالكفاءات الجديده كمان. اللعيبه الجديده كلها، يعني عاشور الطاقي، يعني احمد مكي، المجموعه دي ما كانش حد بياخدها من المنتخب. الكابتن حسن شحاته ما كانش بياخدهم. فالنهارده هو بدا يعمل توليفه كويسه قوي، وانا شايف اللي هو برده بيلعب يعني بخطه احسن من حاجات تانية. بمعنى ايه؟ بمعنى النهارده هو بيحاول يهاجم على طول، ما بيدافعش او ما بيلعبش من نص الملعب، لا بينقل كرة كتير في الارض. بمنظر المنتخب في كرة 3-2 في مع نيجيريا، بس في كرة كويسه، في نقل، في تغيير مراكز، في خطه واضحه المعالم في الملعب. كابتن ضياء السيد برده معاه بيساعده، عامل برده حاجات كويسه جدا. الكابتن زكي عبد الفتاح صراحه انا يعني عايز اقول للمسؤولين في مصر ادوا له الفرصه، ادوا للراجل ده الفرصه بحيث اللي هو هيقدر. هو بيشتغل يعني برضو في اجواء الحقيقه يعني مش منصفه، اجواء صعبه جدا. طبعا يعني طبعا. انا بمر سريعا على الاخبار عشان عارفه ان كنتوا كلكم حماس، واحنا كمان كلنا حماس ان احنا نروح على ملف الكره في بورسعيد. يهمني اعرف راي كابتن احمد عن الانديه الثلاثه، انبي والزمالك والاهلي. ايه مدى فرص نجاحاتهم في البطولات الدوليه، تحديدا في الاستعداد لكاس العالم في البرازيل 2014، ومستقبل الكره بالنسبه لهم، يعني بالنسبه للانديه الثلاثه دي؟ كاس العالم انديه، كاس العالم لا خلينا الاول نتكلم عن الانديه دي الثلاثه، الانبي والزمالك والاهلي، في ظل توقف الكوره في البطوله الافريقيه. شايفهم في البطوله الافريقيه، شايف في المرحله الجايه ممكن يدوا ازاي، خاصه في ظل توقف النشاط الكروي في مصر كان لفتره طويله؟ طبعا ما فيش شك ان بوب برادلي برضه متاثر بانه تاثير جامد جدا بوقف الدوري العام. ما فيش شك، حتى بوب برادلي طبعا ما فيش شك في الكلام ده. وبرضه الانديه اللي حضرتك ذكرتهم ثلاثه، اهلي، انبي والزمالك برضه متاثرين بوقف الدوري. شايف ده هياثر على ادائهم في البطوله الافريقيه؟ طبعا هياثر طبعا. وخصوصا ان هم كمان بيلعبوا يعني بيلعبوا من غير جماهير. وخصوصا انه انت حتى مباراه الاهلي الاخيره بدون جمهور كانت يعني كانت فاتره يعني. كنت فعلا. عايز بس اقول لك الحته دي يا استاذه كريمه.
حته طبيعيه ما فيهاش فيها فلسفه، يعني حته لعيب الكوره ده اذا كانش في الملعب الملعب جاهز كامل بكل كوادره بكل جمهوره، بياخد النفس من الجمهور. لعيب الكوره ده بياخد النفس من الجمهور وبياخد الحماس من الجمهور، غير كده الدنيا بتبقى فتره. ولما يبقى في سبرنت ما بيعملوش، صدقيني هو الجمهور هو الحياه الجمهور. الكوره ما فيهاش جمهور، شحن الطاقه نفسها بياخدها يبقى احنا شكرا بصراحه. انا شايف برضو ان هم بيكملوا سواء اهلي او انبي او الزمالك بيكملوا، بس هم كمان يعني بيحاولوا، انما مش ده الايمج بتاعهم، مش ده التارجت بتاعهم بصراحه، ولا ده حتى مستوى اللعيبه، بس طبعا بسبب الاحداث يعني. اخر ملف هنتكلم فيه قبل ما ندخل على بورسعيد، ملف المنتخب الاولمبي اللي بيستعد للندن. ويمكن كابتن هاني رمزي الحقيقه عمل يعني مجهود كبير جدا مع المنتخب الاولمبي في الفتره اللي فاتت، وشفناها من خلال ادائهم في الماتشات اللي لعبوها. يعني شايف المرحله الجايه بالنسبه للمنتخب الاولمبي هتكون عامله ازاي يا استاذ طارق؟ يعني المرحله الجايه هتبقى كويسه باذن الله، لان المرحله ديت بتاعت دي مرحله المنتخب الاولمبي بصراحه. كابتن هاني رمزي عامل شغل كويس جدا، عامل حاجات كويسه جدا، بس في ازمه اخيره هي قابلته، اللي هي عدم سفر بعض اللعيبه زي عمر جابر، زي احمد شكري، زي شهاب الدين. دول ما جالهمش اللي هم الفيزا للسفر، الغيابات اللي كانت موجوده. لا، وفي شكري تقريبا مصاب او شكري مصاب. المجموعه اللي ما سافرتش ديت يعني مش عارف هل هتلحق السفر، هتسافر هتاثر عليه، هتاثر طبعا، لان دولت لعيبه اساسيين برضو معاه. انما هو برضو اللي انا شايفه ان ديت فرصتنا لان النهارده معانا لعيبه كويسه جدا، معانا احمد الشناوي، معانا حسام حسن، دولت من النادي المصري موجودين معانا، محمد صلاح معانا، النني معانا باسم، معانا دي فرصهم كويسه يعني، بالذات لو اتكلمنا عن بتوع المصري، فرصهم كويسه ان هم يمارسوا رياضه مع المنتخب الاولمبي رغم الظروف اللي بتمر بيها بورسعيد. ما هم النهارده بيلعبوا اساسي اصلا مع المنتخب الاولمبي، يعني حسام والشناوي وشرويده دول اساسي اصلا مع الفرقه، يعني الكابتن هاني رمزي بيحطهم اساسي وبيلعبوا مباريات. دول بالنسبه للنادي المصري. المجموعه كلها اللي موجوده مع الكابتن هاني لعيبه كويسه جدا، ودول امل مصر، بدليل ان برادلي بيستعين ببعض اللعيبه كتير قوي منهم ما كانش في المنتخب الاول. واخد صلاح واخد لعيبه كتيره من والنني فدول امل مستقبل يا كابتن احمد، امل مصر في المرحله الجايه لعيبه المنتخب الاولمبي. طيب احنا هنروح على ملف مستقبل الكره بورسعيد بعد ايقاف المصري. الاول انا عايزه تعليق من حضرتك، يمكن حضرتك يعني ذكرت لنا قبل ما نطلع على الهواء ان معاك معلومات لاول مره هيتم اذاعتها من خلال برنامجنا الرياضه في اسبوع، معلومات بتبين الوجه الاخر من الاحداث في بورسعيد. احنا شفناها بعين اهل القاهره، وشفناها بعين الناس اللي شافوا الشهداء وشافوا الضحايا اللي موجودين وتاثروا طبعا وانفعلوا بشكل كبير. الاعلاميين، لا هو للاسف زي ما قال الكابتن احمد كده، هو زي ما الكابتن احمد مصطفى كابتن طبعا ده كابتن اخويا طبعا زي ما قال كده بالظبط، بيعاني الاعلاميين مش بيعاني الناس اللي موجوده. طب نخلي كابتن مصطفى يعلق على الموضوع ده تحديدا. يعني انت شايف ان يمكن قبل هو حضرتك ذكرت فعلا ان الاعلاميين ساهموا بشكل كبير جدا في احداث مزيد في اثاره الفتنه ده حقيقه. يعني يمكن استاذه كريمه المباراه قبل وبعد كان فيها